انا اسفه، انا مقدرش اكمل الفيديو. ال- كل الكلام اللي اتقال ده تمام، انا هاخد حقي بالقانون، وانا واثقه ان ربنا هيجيب لي حقي. المشكله مش في الكلام بس اللي اتقال، يعني هو الكلام اللي اتقال ده اذاني نفسيا. انا مين هيجيب لي حقي وهيعوضني عن الاذى اللي انا اتاذيته نفسيا؟ مين؟ اكيد ربنا. انا هاخد حقي بالقانون، انا مش هسكت عن اي حاجه اتقالت ضدي، مش هسكت عن اي حاجه من اللي اتقالت في الفيديو، عشان انا مش البنت دي، انا مش اللي اتقال عنها كل الكلام ده. انا لو البنت دي كان زمان ال7 مليون مشاهده دول عندي، مش عند الشخص ده. بس الاذى النفسي اللي انا وصلت له، انا مش عارفه ابقى كويسه. انا عماله بقاوم، عماله بنزل فيديوز وصور. طبعا كل الحاجات دي قديمه، مش قديمه كتير يعني، بس عماله بقاوم وابين ان انا كويسه، بس انا مش كويسه. انا تعبانه اوي والله، يعني انا مستاهلش كل اللي بيحصل لي. مستاهلش كل اللي بيحصل لي ده كله ده عشان الفلوس. يعني احنا ندم في الناس وفي شرفهم، ونطلعهم من واحدة موديل بتاكل عيش، وده أكل عيشها لواحدة سوري يعني شمال، متعرفش عني أي حاجة ولا عن حياتي أي حاجة، محدش عارف ظروف الناس. حسب الله ونعم الوكيل. أنا كده كده مش هسيب حقي، بس أنا مش قادرة أبقى طبيعية، مش قادرة أنزل شغلي، مش قادرة أكمل عادي، مش عارفة أتجاوز الحاجات دي وأعدي كده عادي. حسب الله ونعم الوكيل.